حياكم الله، جزا الله خيرا كل من ضغط لنا لايك وشارك معنا في نشر الخير. يا الله. حياكم الله سيدنا. سلام عليكم سيد مجيد. وعليكم السلام والرحمة. سيد حيدر الموسوي يحييكم. يا الله. أهلا وسهلا، حياكم الله سيدنا. حيا السيد بخير. والله أحببت أن أستفسر منك في مسألة. خيرا إن شاء الله. حياك الله. كيف أتبع العترة؟ يا نعم. الله. كيف أتبع العترة؟ كيف أتبع العترة المعصومين؟ كيف أتبعهم؟ كما أوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. ما صلى الله عليه وآله. ما سألتك ما هو الدليل على اتباع العترة، ما سألتك فرق بين كيف وما هو الدليل. لا أريد أدلة على اتباع العترة، أنا اقتنعت الآن. كيف أتبع العترة بقى؟ كيف؟ تتبعهم في الأقوال والأفعال وفي كل ما قالوه وفعلوه وفي كل ما أمروا به. طب كيف أعرف هذا؟ هل يوجد كتب للعترة صحيحة من الجلاد إلى الجلاد؟ نعم موجودة، في يعني التي جمعت هذه العلوم وجمعت ما يختص بما ورد عن أهل بيت النبوة، أكثر من 400 مصدر، 400 أصل، وهذه الأصول موجودة عند أهل البيت وذرية أهل البيت وشيعة أهل البيت. فين يا شيخ؟ أنا مش عايز 400 أصل وموجودة وهناك عند شيعة أهل البيت. قل لي كتاب الآن، اسم كتاب كل ما فيه صحيح أتبع ما فيه للعترة. أولا كلام أهل البيت، كلام أهل البيت ليس له وجه واحد، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل بيت النبوة وذرياتهم الذين أسسوا مدرسة الأزهر الشريف في مصر العربية يقولون إننا أهل بيت إذا قلنا كلاما أو نطقنا بكلمة فلنا فيها 7 وجوه لشيعتنا ومحبينا وكل من يريد أن يتبعنا في ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلت له كيف اتبع العترة؟ قال لي من كتب، في كتب 400 أصل وموجودة وهنا وهنا. وقلت له اذكر لي كتاب واحد. قال لي لا، ما هو مش هينفع، أصل كتاب واحد هتجيبه المسألة الواحدة فيها 7 وجوه، فممكن أنت ما تفهمش الوجه ده ولا إيه. يا عم كلامهم صعب مستصعب يا سيد. هل كلام العترة صعب؟ فقالوا له يا ابن رسول الله إذا كان محبكم وشيعتكم له 7 وجوه يخرجون بها من العلم فما أنتم؟ فقال أما نحن أهل بيت لنا 70 وجها من وجوه العلم و70 وجها أن نخرج من، وفي كل وجه هو الحق. اللهم صل على محمد. هذه العلوم الله تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. وقول في سورة الكوثر فإذا فرغ، في سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وقال الإمام الصادق ما معنى وانحر؟ سألوه المسلمين وأصحاب رسول الله فقال معنى وانحر أن لا تضع يدا على يد وأنت تصلي متوجها إلى الله. الله يعني الله انحر يعني ما تعملش كده، مش انحر ذبح، لا. طب قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، النسك هو الذبح، لكن إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن يكون ذبح. لا وانحر يعني لا تتكتف في الصلاة يا محمد. توجه إلى الله خالصا، التوجه إلى الله تبارك وتعالى بإخلاص وصدق وكما كان رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه لا ينطق عن الهوى. نعم. فين بقى الكتاب اللي العترة كله صحيح عشان اتبع العترة؟ وين هذا الكتاب؟ كثير من الكتب الشيعة الإمامية وما ورد كذلك حتى عند إخواننا أهل السنة. مش عايز السنة بقى لأن ما بيتبعوش الأئمة الاثني عشر، أنا عايز كتاب واحد صحيح للعترة. البرهان في تفسير القرآن. طيب يا سماحة السيد، كتاب البرهان في تفسير القرآن في يدي الآن لهاشم البحراني متكون، للسيد هاشم البحراني وكذلك كتاب تحف العقول عن آل الرسول. هذا بعض
طب خليني دلوقتي، انت بتقول دلوقتي في كتاب البرهان في تفسير القرآن، وانت ترى ان السنة اخوانك، صح؟ صح يا شيخ، مش احنا اخوانك يا سيد مجيد؟ مولانا، المسلمون الصادقون، المسلمون الذين يوالون رسول الله وأهل البيت. أنا أسألك، أنا الآن فهمت أنك أنت من مصر العربية. أنا أسألك يا شيخ بالله، بالله عليك، هل أهل السنة إخوانك المسلمون الذين يوالون آل البيت؟ أنت من مصر، وليه يا شيخ بتلفوا في الكلام؟ يا عم أجبني، هل أهل السنة إخوان لكم أم أنكم تروننا كفار؟ طبعا أخوان. جميل جدا، إخوان لكم. كتاب البرهان في تفسير البرهان، كتاب في مقدمة تفسير البرهان المسمى بمرآة الأنوار ومشكاة الأسرار، اللي أنت لسه قايل أصح كتاب عندك، بيقول إن كلنا كفار ما عدا الاثني عشرية. قال في صفحة رقم 30: نقل إجماع علماء الشيعة، اسمع، اتفقت الإمامية على أن من أنكر، صفحة 30، على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض إطاعته فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. ونحن أهل السنة والجماعة لا نؤمن بعقيدة الإمامة الخرافية، ولا نؤمن بعقيدة إمامك الهارب الثاني عشر. ليس من السنة. أنت ليس من السنة. أمال أنا من مين؟ أنت ليس من السنة، أنت من أهل السقيفة، أنت من بني أمية. الله أكبر، يعني أهل السقيفة اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة، أما أهل السنة بعيد عن أهل السنة. مين أهل السنة بقى؟ يروح ألف ميم كاف. السنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. طب ده بيقول لك اتفقت الإمامية على كفر من أنكر إمامة أحد الأئمة. من أهل السنة يؤمن بتنصيب الأئمة الاثني عشر؟ كل من لم يؤمن بالعمل عن رسول الله. عندما اجتمع المسلمون، اجتمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا له، ومنهم عمه العباس صلوات الله وسلامه عليه، فسألوه: من أهل بيتك العترة من بعدك يا رسول الله؟ فذكرهم أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم المهدي، حتى أن ابن المسيب. ما سألتكش في كده يا شيخ، بسألك حكم من أنكر إمامة الأئمة هؤلاء، حكمه إيه في دينك؟ سألوا أبو هريرة، قالوا: نقسم عليك برسول الله أن تخبرنا من هو آخر الأوصياء، من هو آخر الخلفاء من آل الرسول أهل البيت، المهدي من أين؟ لأنه البعض من الصحابة والبعض من التابعين يقولون إنه من قريش، فقال إنه من قريش. قالوا: من أي قريش؟ قال: من بني هاشم. قال: من أي؟ قالوا له: من أي بني هاشم؟ قال: من آل عبد المطلب. طيب يا عم ما سألتكش نسب المهدي، أنا بقول لك أهل السنة لا يقرون بذلك. من أهل السنة يؤمن بتنصيب الأئمة الاثني عشر؟ إذا أهل السنة كلهم كفار عندك. مو أهل السنة، هؤلاء ليس بسنة. يبقى قول لي بقى مين هم أهل السنة اللي بيؤمنوا بالأئمة الاثني عشر؟ مين من أهل السنة بيؤمن بالأئمة؟ أهل السنة جميعا. أهل السنة عندنا في العراق جميعهم يؤمنون برسول الله وبأهل بيته ويزورون ويحيون. بيؤمنوا بإمامة الأئمة مش بآل البيت، ما احنا كلنا بنحب آل البيت. مين من أهل السنة بيقول الأئمة اثني عشر يبدأون بعلي وينتهون بمحمد بن الحسن العسكري؟ مين من أهل السنة بيقول ذلك؟ رشفة الصادي، راجع كتاب الإمام. يا عم ما سألتكش ولا عماد ولا جوز خالته، أنا سألتك دلوقتي مين من أهل السنة. يبقى إذا بينت أول نقطة في هذا الكتاب، نقل الإجماع على كفر أهل السنة. النقطة الثانية: مرج البحرين يلتقيان، قال علي وفاطمة بينهما برزخ لا يبغيان، قال البرزخ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال الحسن والحسين. هل تعتقد بذلك؟ مرج البحرين يلتقيان أي علي وفاطمة؟ تعتقد بذلك؟ المشكل في الكلام والحوار انك لا تفهم معنى الكلام، انك لا تفهم توجيه الكلام، انك تاخذ الاسماء والمسميات كما هي، لا تفهم المعاني، لا تعلم المعاني، تتحدث وكانك من الذين وصفهم الله كانهم خشب مسنده.
علشان انا عن كل ده علشان ما قلتش مرج البحرين يلتقيان، البحرين علي وفاطمه. طب الامام علي هو بحر مالح طبعا، والسيده فاطمه مالح ايضا. اسمح لي، انت لا تختلف عن الذي جاء لرسول الله سأل يا عم سائل انا ماليش دعوه بهؤلاء يا عم. يا عم بالله عليك خليك هنا يا سماحه السيد مجيد. انت يا سماحه السيد مجيد المهنا الحسين الاعرجي آية الله العظمى مرج البحرين يلتقيان، فسرها لي انت، فسرها للجمهور علشان الجمهور انا خايف يطلع الحود الامام الثاني عشر. فسر الجمهور ما معنى مرج البحرين يلتقيان. اولا المراد بهذا المعنى ان الذي عنده علم الكتاب وعنده علم الأولين والآخرين وعلم الأنبياء والمرسلين، عنده العلم الظاهر والعلم الباطن، كما وصف الله علم موسى وعلم الخضر. يعني بدليل أن الله تبارك وتعالى يريد أن ينبئ الناس، أن يعلمنا، يخبرنا بأن الإمامة والنبوة لها علم ظاهر ولها علم باطن. وهذا العلم ضرب لنا أمثال كثيرة، منها علم الخضر ومنها علم موسى. موسى نبي. ما سألتكش عن علم موسى وعلم الخضر يا عم، أنا بكلمك في مرج البحرين يلتقيان. كل ما أكلمك في موضوع تروح تفصل لي في موضوع تاني وتجيب لي آيات أو حديث وتروح تفصل. أنا سألتك عن سأل سائل بعذاب واقع، أنا سألتك عن الواقع بين موسى والخضر عليهما السلام، أنا سألتك خشب مسندة، أنا سألتك مرج البحرين يلتقيان. أنت فسرها للناس بعيد عن إن إحنا نروح. يا عم بلاش دوت خالص. في نفس الكتاب اللي أنت بتقول لي أصح كتاب عندكم قال رب المشرقين ورب المغربين، وقال في تفسير رب المشارق والمغارب قال رب المشرقين محمد وعلي، والمغربين حسن وحسين. هو مراتب الإمامة، مراتب النبوة، عند ذاك تعلم مراتب الخضر وتعلم مراتب موسى. ماليش دعوه بالخضر وموسى. رب المشرقين ورب المغربين، المشرقين محمد وعلي، والمغربين حسن وحسين. التفسير البطيخ ده مين اللي كان بيفسره؟ آل البيت؟ رب المشرقين محمد وعلي والمغربين حسن وحسين. كيف يا شيخ؟ كيف انا جايب لك الكتاب لسه وانا فاضي لك. أي لا تفهم الكلام، المشكلة أنت لا تفهم الكلام والحديث معك عقيم. إن شاء الله نولده. ده زواج المتعة عندنا بالهبل في العراق، خلينا نولده يا عمي. أرجع وأسألك تاني، رب المشرقين ورب المغربين، هل رب المشرقين محمد وعلي ورب المغربين حسن وحسين؟ فاهم الناس يا سماحة الشيخ؟ أنت غاية ما تفهم أن المشرقين والمغربين هو هذا المشرق مشرق الشمس ومغرب الشمس، والأمر ليس هكذا. هذا كتاب الله جمع الأسرار وجمع العلوم وجمع فيه جميع الكتب السماوية من أبينا آدم وإلى جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. فهناك ليس مشرقين ومغربين، بل مشارق ومغارب، بمعنى مشارق العلوم، مشارق الأسرار، مشارق النبوات، مشارق الإمامة. فكده رب المشرقين أي محمد وعلي هم رب المشرقين، ورب المغربين هو الرب الحسن والرب الحسين. جميل يا شيخ. بيقول لك هنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ما هذه الكلمات؟ قال هي الكلمات التي تلقاها آدم: يا رب أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي. فالكلمات التي تلقاها إبراهيم هي محمد وعلي وحسن وحسين. هل هذا حقيقي؟ هذا حقيقي وواقعي ويقين، رواه جميع أخواننا أهل السنة، علماء أهل السنة رووا ذلك قبل الشيعة. طيب وإذ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، فتوسل عيسى بن مريم بأهل الكساء الخمس. هل هذا صحيح؟ يقين بلا شك. كذاب. وهذه خدعة كانت من عند رامي عيسى ومش موجودة في الكتاب، بس عشان أوريهم الغلو اللي انتم مشيتوا فيه. فأعمى الله أبصاركم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أكاذيب موجودة في هذه الكتب على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في هذا الكلام أصلا أن المسيح عيسى عليه السلام
قال أسألك بمحمد وعلي وفاطمة وحسن. والله أنا مألف هذا الكلام من عندي، ما في الكتاب كده. هو أنت أي حاجة يقينا هذا موجود؟ ما تفوقوا يا عم بقى، ما تفوقوا من الشبو ده بقى يا سيد الشيعة مجيد بقى، حرام عليك. إبراهيم لأبينا إبراهيم ولأبينا آدم، الكلام بصدد آدم وإبراهيم. أنا قلت لك دلوقتي عيسى عليه السلام، قلت لي هذا يقينا، وإذ قال عيسى ابن مريم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. حرام بقى، حرام بقى، حرام والله. ضيعتوا الشيعة. اللي هيموت على هذه العقيدة هيدخل إلى جهنم، وبئس المصير اللي بيموت على عقيدة علي رب المشرقين ورب المغربين، وأن آل البيت إن الأنبياء كانوا يتوسلون عيسى. وإذ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا، دعا الله مباشرة. وبعدين آدم وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ما قالوش بحق محمد وعلي وفاطمة وحسن. ما فيش الكلام ده يا شيخ. كل نبي رب انصرني على القوم الكافرين، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. وحتى محمد ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. كل الأنبياء كانوا يدعون الله يا سماحة السيء مجيد. توب إلى الله بقى، تسنن وديك. لا، هذا كلامك أصلا، هذا كلامك حجة عليك. هذا الكلام فيه تدليس على المسلمين وحجة عليك. أنا أسألك سؤال. تفضل. أسألك سؤال، تسمح لي؟ تفضل سماحة السيد. الله تبارك وتعالى لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، نعم، واضح؟ نعم. طيب، الله تبارك وتعالى ماذا نقول؟ إنه نحن ندعو الله مباشرة أو ندعو الله بواسطة؟ لا، احنا المفروض نعمل زي اخوانك ابو جهل وابو لهب ومشركو قريش، ندعو الله بواسطة. كانوا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفي الآية الأخرى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فعقيدة المشركين في كل زمان ومكان أنهم يأخذون واسطة بينهم وبين الله، إما أصنام حجارة، وإما ملائكة، وإما جن، وإما بشر. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، مع أنهم لم يقولوا أن مريم إله، ولكن كانوا يطلبون من مريم ويتخذونها واسطة، ويا عذرا اشفني ويا عذرا ارزقني وما شابه ذلك. فنحن عندنا أهل الأصنام والشرك يتخذون وسائط، وأهل التوحيد يتخذون بقول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أجبني بأخلاق الإسلام. إذا أنا جاوبتك بأخلاق الإسلام فكن مسلما بأخلاقك. أنا جاوبتك بأخلاق الإسلام، ما قلتش أهل السقيفة، أهل خشب المسندة، أهل النفاق، ما عملت زي ما أنت عملت اليوم وأمس. فأنا جاوبتك أهو من القرآن. حبيبي أجبني. الله تبارك وتعالى لما طلب من الملائكة أن يسجدوا لآدم، أنت تقول الطلب هنا بواسطة أو بدون واسطة؟ قال للملائكة افعلوا ذلك، فعلوا. فيها إيش؟ تشرب مويه؟ أحسن، يعني جعل آدم واسطة. لا، ما جعلش آدم واسطة. اسمح لي، إبليس ماذا أراد؟ أراد أن يدعو الله بدون واسطة. هذا خطأ يا حبيبي. هو ربنا قال لهم ادعوا آدم؟ إبليس إيه أراد أن يدعو الله بدون واسطة؟ وين ده؟ إبليس هو اللي بيدعوكم للشرك والضلال. إيه الله سبحانه وتعالى سجود الملائكة لآدم؟ لا، إبليس فعل كما تفعل أنت الآن. الله أكبر. إذن إبليس إلهك، لأن الله سبحانه وتعالى قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني إبليس الآن عياذا بالله هو إلهك؟ استغفر الله. الله أمرنا، ها هو القرآن، أتحداك تأتيني بآية من كتاب الله تبارك وتعالى تجيز لي دعاء غير الله، آية تأمرني بدعاء غير الله. تفضل. فعلك الآن فعل إبليس، قولك شكرا. إبليس. لا قول تدعو الله بلا واسطة، والله أمر كل شيء أن تكون بواسطة. طيب جميل جدا. أين قال إبليس لا يا رب أنا أريد أدعوك مباشرة ولا أريد أدعوك بواسطة؟ أين قال؟ سجد لآدم، قال أنا أسجد لك مباشرة. لا أين قال لا يا رب أنا أسجد لك مباشرة وما أسجدش لآدم؟ لا يا سماحة السيء مجيد. إبليس دخله الكبر والعجب والحسد،
وحتى عندك أصول الكفر ثلاثة، وهذا موجود في كتاب الكافر لمحمد بن يعقوب الكليني. فإبليس عصى أمر الله، وسجود الملائكة لآدم ليس سجود عبادة ولكن سجود امتثال لأمر الله تبارك وتعالى، لأمر من خلق آدم. فسجدت الملائكة امتثالا لأمر الله، عصى إبليس أمر الله تبارك وتعالى. وأنا بفعل كما فعلت الملائكة، هو بمتثل لأمر الله. قال ادعوا الله. أنا أجيب لك دلوقتي أدعية الأنبياء في القرآن الكريم، ما في نبي من الأنبياء إلا ودعا الله تبارك وتعالى. هل تستطيع أن تأتيني بنبي من الأنبياء دعا غير الله؟ إيه هي أدعية الأنبياء في القرآن؟ اتفضل. مالك يا سماحة السيد؟ تعبان؟ مش عارف تجاوب؟ أبدا، رأيك وفكرك لا يختلف عن إبليس. طيب. يقينا خطابك كخطاب إبليس. خلاص، خلينا أبين للناس حتى يظهر لهم الحقيقة. شوفوا يا جماعة الخير، هجيب له رواية من عقلي واسمعوا هيقول إيه. سماحة الشيخ مجيد، في رواية ذكر ابن بابويه بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله: من قرأ سورة الأنفال وسورة براءة كان من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام صحيح؟ هذه إذا كان هذا كلام أو روايات أو ما شابه فهذه ليس من العقائد، وإنما هذا من فضائل القرآن. يعني هذا، يعني لو أنا جبت لك كلام زي دوت وقلته لك، هل هذا الكلام موجود ولا مو موجود؟ لا أقول لك موجود أو غير موجود، لأنني لا أراجع الكلام حاليا. امال انتوا عارفين ايه يا شيخ؟ ما هو ده الكتاب اللي انت بتقول لي صحيح يا شيخ. لا موجود يا شيخ والله. ما هو الشيعة علشان كده الشيعة ما بيقرأوش سورة الأنفال خالص شيخ، ولا سورة التوبة. بيقول لك كان من شيعة أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. نرجع أنا وأنت بقى يا شيخ، كان بس فخ تاني كده علشان تبقى فايق معايا. كيف كان الأنبياء يدعون الله تبارك وتعالى يا شيخ؟ اتفضل. أحسنت. الأنبياء لما كان موسى جاء من أرض مصر، لأن أصل مصر تأسست من العراق. العراق عرف بالعراق لأن ما من عرق في الدنيا إلا وأصله العراق. فخرج مصر ابن حام ابن نوح عليه السلام، فسكن تلك البلاد، وبعد 100 عام عرفت بمصر. فأصلهم منين؟ من العراق، إلى أن جاء دور موسى. فجاء موسى إلى العراق وكان فيه شعيب عليه السلام، لأن العراق فيه ديار آدم ونوح وشيث وشعيب ومدين وإبراهيم إلى آخره. فلما جاءوا كانوا يدعون ها هنا في أرض الغريين في أرض العراق الله تبارك وتعالى. طور سيناء الأيمن هو العراق، طور سيناء الأيمن هو النجف وكربلاء. طور سيناء إيه؟ معلش، كور سيناء. وهذه أرض مدين في البلاد الفراتية في العراق، وقبره موجود، وكذلك قبر شعيب. فين يا شيخ بالله عليك؟ سألتك عن العراق والكورسينال وقبر فلان وقبر يا سماحة الشيخ أنت بتتوسع ليه؟ خلي الحاجات دي وأنت على المنبر الحسين. يا سماحة الشيخ الآن، هل الأنبياء كيف كان يدعو الأنبياء؟ قلت لي موسى عليه السلام، هل دعا موسى غير الله؟ في النجف الأشرف في هذا المكان في ديار نوح عليه السلام، الله تبارك وتعالى أراه ذلك النور: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. فكشف له، ثم كان ما كان من أمره، لأن جاء من مدين. أرض مدين هي في العراق، هذا العراق الحبيب فيه أرض مدين وأرض شعيب. يا شيخ كيف كان دعاء الأنبياء في القرآن يا شيخ؟ يا سماحة السيد مجيد، يا سماحة السيد مجيد المهنا الحسين الأعرجي، كيف كان دعاء آل البيت؟ بالله عليك ما تخلينا شد في وداني. كيف كان دعاء الأنبياء؟ أقصد الأنبياء كانوا بيدعوا الله كيف يا سماحة السيد مجيد؟ يا الله، كيف كان يدعو الأنبياء الله في القرآن؟ تفضل. كل من الأنبياء عليهم السلام كان له دعاء، وكان له عبادة، وكان له مكان للعبادة، فكانوا يتعبدون في أرض العراق جميعا. يا ما سألتكش عن العراق يا عمي، والله والله العظيم كل الأنبياء النبي محمد راح إلى العراق، النبي راح العراق. طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله صلى في العراق في مسجد الكوفة، ومكان مصلاه أيضا موجود، وكذلك سائر الأنبياء من أبينا آدم وإلى جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسراء يا شيخ، ده الإسراء والمعراج ده، هذه يا شيخ كانت من مكة إلى المقدس، بيت المعراج. وحتى عندما أمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم
فكانت أرض العراق أول تربة عبد الله عليها وسجد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قوية وانت صدق بس قوية. طب النبي في الإسراء كان خرج من مكة إلى بيت المقدس وأشاعرة وإلى آخره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من مكة إلى بيت المقدس في الإسراء. هو جه عندكم الكوفة في الإسراء؟ نعم، صلى في مسجد الكوفة، لأن صلى في عدة مكانات، وكذلك صلى في السماوات. ومن أول بقعة صلى فيها وسجد عليها كانت أرض كوفان. لماذا عرفت بكوفان والكوفة؟ لأن شاء الله تبارك وتعالى أن تتكوف البلاد والمدن والأمصار من حولها بعد زمن آدم ونوح وذريتهم. يعني النبي أخذ الأنبياء، وبالفعل تكوفت، لأنه من بعد ذلك بعد آدم ونوح عليه السلام وذرية نوح سميت ببابل. لماذا؟ لأن شاء الله أن يبلبل الألسنة منها، يعني يجعل هذه اللغات المنتشرة في العالم قد انتشرت من العراق، فكان وعرف في ذلك الزمن ببابل لأن تبلبلت الألسن. الله، بابل لأن الألسنة تبلبلت، كله بلبل بلبل طلع بلبل من بقه فتبلبل كلهم فسميت بابل. وأربيل لأنهم كلهم تأربلوا فكلما تأربل الأرابيل سميت أربيل. صح؟ هذه أخلاقكم الأموية. لا والله مش أخلاقنا، أنا عايز أعرف يا شيخ، مش تفهمني يا شيخ. احنا عرفت بابل لأنهم كانوا يتبلبلون فكل واحد بلبل سمي بابل. طيب وبقيت بقى، طب اسمها ايه ديت يا شيخ؟ معلش نسيت اسمها ديت. احنا عندنا البصرة يا شيخ، البصرة وبابل وكيناوة ديت، نسيت اسمها، وسامراء. لماذا سميت سامراء بسامراء؟ هل كانوا يتسامرون ليلا؟ لم تكن فقط البصرة في العراق، وبصرة في الشام، وكذلك بصرة في باكستان وفي بلاد أخرى. نعم. عربية أخرى. نعم. لا، طب سامراء اللي مدفون فيها الإمام الآن، هل سامراء يعني الناس كانوا يتسمسرون فجاء سمسار فسميت سامراء؟ يعني هذه قوية أيضا. أتودع يعني متى تقول لسماحة السيد؟ هل تقول اللي انت هذه المدن أنشئت فيما بعد. هناك مدن قديمة التي نشأت في زمن أبينا آدم صلوات الله وسلامه عليه، لأن الجنة الذي كان فيها سألوا رسول الله، قالوا وسألوا الإمام عليه السلام الصادق والباقر يا ابن رسول الله، هل الجنة التي عصى فيها آدم كانت تلك الجنة جنة الخلد أم جنة في الدنيا؟ قال لا والله إنها كانت جنة في الدنيا، فيها شمس وفيها قمر وفيها. فكان آدم عليه السلام يسكن هذه البلاد، يسكن هذه التربة التي يعني آدم كان عايش في قبل ما، يعني آدم لما خرج من الجنة دي كانت كربلاء أو الكوفة، صح؟ الجنة اللي آدم كان فيها وخرج منها بسبب أكله من الشجرة كان في كربلاء؟ معلومات. آدم عليه السلام سكن العراق، سكن أرض العراق، كانت أرض العراق هي موطن أبينا آدم عليه السلام، لأن قبر أبينا آدم هذا نحن مجاورين لقبر أبينا آدم، وكذلك قبر ابنه شيث عليه السلام ما بين بابل الحلة وبغداد، وكذلك قبر نوح عليه السلام وقبر شعيب وداود، وكذلك بقية الأنبياء عليهم السلام. الأنبياء دول بقى سماحة السيد كانوا كيف يدعون الله؟ سماحة سيد مجيد، الأنبياء هؤلاء كانوا كيف يدعون الله؟ ومعلش أنا سألتك سؤال أنت لم تجبني. آدم إما أكل من الشجرة كان وين هذا الوقت؟ في الجنة. الجنة دي اللي هي شنو؟ اللي هي كانت الكوفة ولا كان وين آدم؟ لا، هذا المعنى الذي يطلب هذا المعنى ليس بهذه العجالة وليس بهذه الطريقة، لأن الشجرة هي شجرة العلم، وشجرة العلم شجرة الأسرار، شجرة العلوم المكنونة، العلوم الإلهية، يعني العلوم التي اختص بها الله تبارك وتعالى لرسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني ما الله سبحانه وتعالى قال لآدم نهى عن أكله من الشجرة ديت لأن الشجرة دي مخصصة للعلم فقط،
اللي هو لمحمد وآل محمد، فآدم كان عايز ياخد العلم اللي عند محمد وآل محمد، فأكل من هذا العلم فأخرجه الله من الكوفة. ليس بهذه الطريقة، وإنما هذا المقام الذي جعله الله لرسول الله ولأهل بيته لا يمكن لأحد أن يناله، لا يمكن لأحد أن يصل. وأعطيك دليل بالإسراء والمعراج، عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه جبرائيل، عندما وصلوا إلى قاب قوسين أو أدنى قال له تقدم حبيبي يا جبرائيل، قال حبيبي يا محمد لو تقدمت مقدار أنملة لاحترق. فين هذا الكلام؟ لماذا؟ لأن مقام رسول الله صلى الله عليه وآله يختلف. الله يذكر ذلك في القرآن وكذلك في الأحاديث النبوية المباركة. طب أنت تعرف يا سماحة السيد، أنت بتقول لي الآن إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما كان في الإسراء هو والأنبياء، كان الإسراء من مكة إلى أين؟ إلى الكوفة أم إلى البيت المقدس؟ رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بيت المقدس وإلى الكوفة، صلى في الكوفة، صلى في العراق. طب خد الأنبياء معاه وطلع من بيت المقدس قال لهم تعالوا نصلي في الكوفة عند أمير المؤمنين علي. هل علي بن أبي طالب كان مولود وقتها؟ من الذي قال صلى عند أمير المؤمنين علي؟ أنت تؤول الكلام. مش أنت بتقول إن علي مخلوق قبل آدم؟ فهو طب لماذا أخذهم إلى الكوفة عشان يصلوا هناك؟ الكوفة، مسجد الكوفة هو المسجد الذي كان يتعبد فيه أبينا آدم، هو المسجد الذي سجد فيه آدم لله وسجدت له الملائكة. والله قوية الملائكة سجدت لآدم في الكوفة. يعني اما ربنا قال للملائكة وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إلى أن أمرهم بالسجود لآدم، أمرهم يسجدوا في الكوفة؟ نعم، سجدوا في أرض العراق، سجدوا في موضع مسجد الكوفة. اللهم من وين بتجيب الحاجات دي الجميلة دي؟ الله العظيم. كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وكلام أهل البيت بالتفصيل، لأنكم لم تطلعون، لم تراجعون. لا، احنا اتعلمنا منك يا سيد، بقينا بنطلع منك. طب أنا سمعت يا سماحة السيد مجيد المهنا الحسين الأعرجي إن آدم عليه السلام، وهذا موجود في تفسير البرهان وفي تفسير القمي وفي علل الشرائع للصدوق، آدم عليه السلام نوح عليه السلام سمي بنوح لأنه كان ينوح على الإمام الحسين. فهل هذه معاني لا ينالها إلا ذو حظ عظيم؟ أنت لا تفهم هذا الكلام، أنت تتمنطق به، تتلفظ به، ولكن لا تفهمه، لا تفهم معانيه ولا تفهم مقاصده. طب كيف نبي الله نوح كان بينوح على الإمام الحسين يا سماحة؟ كيف يعني أنا عايزة تخش عجلي بس مش عارف والله. كيف كان بينوح والإمام الحسين كان لسه ما اتولدش ولا اتقتل؟ كيف؟ تحب الجواب؟ مثلا أنت الآن في غرفة، في حجرة، يحجزك عن الفضاء جدار، أنت لا ترى ما وراء الجدار. لماذا؟ لأنك محدود، لأنك مقيد، لم يرفع عن بصرك فيكون حديد. ولكن أبينا نوح عليه السلام وهو نبي وأبو الأنبياء، الله قد كشف عن بصره، لا يرى من خلف الجدار ويرى من خلف الطبيعة. طب لما شاف خلف الجدار، شاف خلف الجدار كانوا بيقتلوا الإمام الحسين، يعني الإمام الحسين مقتول قبل أن تخلق الأرض بقى. وأزيدك، وكذلك قد ذكر رسول الله وأهل بيته، وعندما جاء الإمام زين العابدين عليه السلام في اليوم الثالث قال لهم أزيلوا هذه الرمال، فلما أزالوها وجدوا قبرا محفورا، قبر نوح عليه السلام، قبر نوح ومدفون بجواره قبر الإمام علي النبي لولده الحسين بن علي. الرواية موجودة في علل الشوارع للصدوق، موجودة على كلامك في السنة والشيعة، مصادر السنة والشيعة. لا والله ما موجود ما حفروا لقوا قبر نوح مكتوب عليه ايه بقى؟ قبر محفور مكتوب ايش؟ هذا ما ادخره نوح النبي لولده الحسين بن علي. يبقى الذي حفر قبر الحسين عليه السلام هو نبي الله نوح، أليس كذلك؟ صح؟ هذه من كرامة الله، هذه من فضاء الله تبارك وتعالى، أكرمهم بفضائل ما أكرم بها غير رسول الله وأهل بيته. طب ومن الذي حفر قبر أمير المؤمنين عليه سلام الله عليه؟
لذلك تجد عندكم السيد أحمد البدوي والسيد أبو الحسن الشاذلي وكذلك الأزهر الشريف، ماذا تقول؟ وكذلك السيد نفيسة ورأس الإمام الحسين في مصر، هل تستهزئ بواحد منهم؟ أي والله أنا لا، رأس الحسين أصلا ليست في مصر. واستهزئ بقى، مش موضوع استهزئ، أنا لا أعتقد بالنفع والضر إلا من عند الله، حتى النبي محمد لا يملك لي نفعا ولا ضرا، ودي عقيدتنا. لأن الذي يقول هذا حاله حال البهيم. أعوذ بالله، أنت بتسب النبي يا سيد الشيعة، أعوذ بالله. النبي قال في الآية رقم 188 في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. وقال في الآية رقم 11 من سورة الجن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. أعوذ بالله، بتشتم النبي يا قليل الأدب يا واطي. ابدا لا، ما انت شتمت النبي اهوت. لا لا لا، انت طلعت قليل الادب وواطي. سماحه السيد مجيد الحسين الاعرجي، مجيد المهنا الحسين الاعرجي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا، وقال: قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا. انت طلعت قليل الادب وواطي سماحه السيد. وما ارسلناك الا رحمه، ملهاش دعوه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. يا سماحه المعمم الواطي دي قليل الادب، بتشتم النبي صلى الله عليه وسلم. وصل الامر لكده انك تتعدى على النبي. النبي اللي قال، النبي قال: قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا، وبعدين قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا. فالنبي لا يملك نفسه ولا يملك لي. فقلت لك انا بعتقد ان النبي لا يملك لي ضرا ولا رشدا، تقول لي هذه عقيده البهيمه؟ شفت يا قليل الادب؟ رغما على انفك ورغما على انف كل من يقول بقولك يملك النفع والضر والفضل. وابو حنيفه عندما ذكر للامام الصادق ذكره لولا الامام الصادق قال: هذا من فضل الله وفضل جدنا رسول الله. فين هذا يا عم؟ يا عم فين هذا؟ بتقول لي رغما عنفك وانف اللي مثلك، وانا بجيب لك ايه من القران الكريم: قل لا املك لنفسي. ثواني اطلعها لك يا عم. قل يا شيخ، بص عشان السنة والشيعة يشوفوها: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. النبي اللي قال كده يا سماحة السيد عبد المجيد. الآية هي وآية تانية هي. بص 3 آيات: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولكل أمة أجل. دي الآية رقم 49 في سورة يونس. وعندك الآية رقم 188 في سورة الأعراف: قل إني لا أملك. أعوذ بالله، أنت طلعت مشرك كبير قوي سماحة السيد. مالك شاهد؟ تسننت؟ الله أكبر. هرب السيد مجيد. إيه سيد مجيد ساكت ليه؟ أستمع لكلامك، تفضل. طيب القرآن اللي بيقول كده ماذا تقول؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، ماذا تقول؟ هذه سائر الناس، هذه سائر العباد، هذه سائر الناس. والله تبارك وتعالى قد صرح: هذا من فضل الله ورسول الله صلى الله عليه وآله. فلما قرأ الآية أبو حنيفة للإمام الصادق قال أبو حنيفة للإمام الصادق: والله يا ابن رسول الله كأني لم أقرأها. فين يا حبيبي؟ ما تروح ليش لروايات مكذوبة وتسيب القرآن. مش انت عندك الإمام قال: اعرضوا الروايات على القرآن، فما وافق القرآن فخذوا به وما خالف القرآن لا تأخذوا به. أنا عندي آية بتقول أهو: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. وبعدين النبي يعلم الغيب، صح؟ معلوم. وقال في نفس الآية: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ما يعلمش الغيب مجيد. هذا الكلام لأمثالك لأشباهك. الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى. ما لهاش دعوة ديت وما ينطق عن الهوى لأنه معصوم. لكن الله قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الله أثبت أن له علم الغيب سبحانه وتعالى، ولا يملك الغيب إلا الله تبارك وتعالى، لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. والنبي ممكن يطلع على بعض الأمور الغيبية كالغيب النسبي في إثبات نبوته، لكن هو يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير مجيد.
مجيد المهنا الحسين الأعرجي، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير مجيد. فالنبي لا يعلم الغيب، وما مسني السوء. وقال غير هذا، وقال وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسول من فضله. فالله تبارك وتعالى قد أغنى من العالمين. هؤلاء أغناهم النبي بإيش؟ أغناهم الله ورسوله من فضله. النبي حي بيعطيهم من الأموال، بيعطيهم من الغنائم. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الغزوات والفيء والغنائم وما يأتي، وكان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي لا يملك لي شيء الآن، لا يعلم الغيب الآن. فأنا ممكن أغنيك دلوقتي وأعطيك مال، لأن أنا حي قادر مستطيع. لكن النبي الآية هو ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير مجيد. هذه اسمها يا جارة. لا، ده دي تقولها وانتوا قاعدين في الحسينيه بقى مع ام حازم ابو مجيد. اسمعي يا جاره بقى، وانت تقول لها اسمعي يا جاره وهي رايحه عند المعمم. لكن يا سيدي هشام مجيد المهنا الحسين الاعرجي، النبي لا يعلم الغيب. يبقى النبي هو الله. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. هذا نبيك ونبي امثالك. اي والله نبي اللي انا بؤمن بيه وعقدت من القران الكريم. هات لي من القران ان النبي يعلم الغيب. هات لي من القران. الله تبارك وتعالى قد كشف لرسول الله علوم الاولين والاخرين. دليلك ما هذا الغيب؟ الغيب هو الذي غيب عن الابصار، الغيب هو الذي غيب عن الافكار. هذا الغيب ما غاب عن البصر، ما غاب عن الفكر الإنساني، والإنسان في طبيعته ناقص وقاصر. وإنما رسول الله هو إنسان كامل، هو نبي الله، هو سيد الأنبياء والمرسلين، طهرهم الله تطهيرا. طيب يا سماحة السيد، بما انك بتقول النبي يعلم الغيب، انا هثبت لك ان النبي لا يعلم الغيب الان بدليل واضح بين. هل النبي يعلم متى يوم القيامة؟ معلوم يعلم. النبي يعلم؟ معلوم، نعم. النبي يعلم متى يوم القيامة؟ نعم. قل انما علمها عند من؟ ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلمه. الله تبارك وتعالى ما أسر عنه شيء، ما كتم عنه شيء، أعطاه كل شيء، كشف له كل شيء. الله تبارك وتعالى علم رسول الله وكشف لرسول الله علوم الأولين والآخرين. حتى الملائكة لا يعلمون علم رسول الله. جبرائيل يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني لما أقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، كل ده يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ليس النبي فقط، النبي وأهل بيته، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الأئمة المعصومين، عندما يمرون على أي حيوان من الحيوانات ليس من البشر ويسألهم الذي معهم يقول إنه حامل بكذا وكذا وكذا، وينتظرون إلى أن تلد فتلد كما وصفها الإمام عليه السلام، وتنطق كذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا نرجع للبهايم، لأن أنتوا يعني نفس العقلية يا سيد مجيد. خليني بس أسألك دلوقتي. الله سبحانه وتعالى قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. فيما أنت من ذكراها ماذا تقول؟ لا تفهم المعنى، أو حتى وإن قلت وإن فسرت إنك لا تفهم المعنى. طيب بلاش دي. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها، إنما أداة حصر. قل إنما علمها عند الله، ولم يقل عندي وعند الله، حصر علم الساعة عند الله. حلها لي. معلوم عند الله، ولكن من الله إلى رسوله وأهل بيته. الله تبارك وتعالى أخص محمد وآل محمد بكل علم وبكل سر مكنون، ما من علم إلا وهو لديهم مكشوف، الله كشفه له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى الساعة؟ ليس كذلك. أصلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام كانوا ينبئون الصحابة ما يجري في بيوتهم وما يجري عليهم وما يجري في أولادهم وذراريهم وأحفادهم. يعني الإمام دلوقتي، الإمام الحجة، الإمام الثاني عشر،
هل اما انت يا سيد مجيد بتجامع زوجتك بيبقى عارف انتوا بتعملوا ايه؟ ما فهمت الكلام، أعد الكلام. مش هعرف. مقصد الامام الحجه الثاني عشر عندكم، اما بتاخد انت الحجيه وتروحوا الى الغرفه علشان يعني تعملوا الحاجات ديت، يعني اما تجامع زوجتك، تجامع زوجتك، الامام بيشوفكم بيسمعكم، الامام الحجه بيبقى عارف انت بتقول لها ايش. لاحظ الفكر الدنيء، الفكر السيء ليه بقى؟ ما والدنيء. انت بتقول كل شيء هي جت على ديت، يعني هو يعني انت بتعمل شيء دنيء ولا ايه؟ بتعملوا ايه؟ بتعملوا شيء الشيء اللي انتوا بتعملوه دوت الامام يعلمه ولا لا يعلمه؟ يعلم. اعوذ بالله يخرب بيتك يا مجيء يا سماح سيد، بيعلم طب وبيراكم؟ عنه شيء، الله تبارك وتعالى لا يغيب عنه شيء، ولكن لا، لاحظ الفكر الدنيء والنفس الدنيئة كيف تفكر. ما انت كل حاجه جعلتها للامام، فانا كنت عايز اعرف هل هذه بيعلمها؟ ما هو الامام عالم متى الساعه، ويعلم وعنده علم الغيب، ويعلم الساعه وينزل، ويعلم متى ينزل الغيث، ويعلم ما في الارحام. انتوا عندكم الامام يعلم ما في الارحام، ويعلم المولود هل سيولد ذكر او انثى. دلوقتي بقى، دلوقتي ما تدخل انت وزوجتك وتخلو بزوجتك يعلم ماذا تقولون. عجيب. أنت حقيقة هذا الفكر الأموي وفكر أهل السنة. هم الامويين دول عندهم ان لا يعلم الغيب الا الله. امويين بقى عم، امويين واصحاب السقيفه، اصحاب السقيفه. نعم، هذا الفكر الحديث اللي تتحدث به، وهذه النفسية وهذا الفكر هو فكر أبناء السقيفة وفكر أبناء الامويين. بني أمية. ايوه، الامويين وبني اميه. الامويين وبني اميه يزعمون انه لا يعلم الغيب الا الله. طيب، هل الامام يعلم متى يموت؟ معلوم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الله تبارك وتعالى عندما يخاطب الناس، وجدنا رسول الله يخاطب الناس على قدر عقولها، على كل إنسان يخاطبه على قدر عقله. الآن أنت عندك 5 أولاد، كل واحد منهم تخاطبه على قدر عقله، أبو الأول ابتدائي، وأبو السادس ابتدائي، وأبو السادس علمي. طبعا انا سايبه يسترسل في الكلام ده. سيد كبير، سيد كبير جدا عند الشعب ده. انا على ما اصطدته طلع عيني، اصطدته بالسيد حيدر المسوي. فمعلش سيبوه يسترسل ويطلع كل الكفريات هذه. واضح؟ واضح. لا تتحدث مع صاحب الأول ابتدائي كما تتحدث مع صاحب الثالث متوسط أو السادس إعدادي. نعم. يقين يعني بلا شك. نعم. فكذلك كلام الله، لهذا جدنا رسول الله يقول كلام الله له 70 وجه من الوجوه. وكذلك نحن أهل بيت اختصنا الله بهذا العلم. طيب سمعت سيد، أنا في يدي الآن كتاب الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري. في المجلد الأول يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام: والله قد كنت مع إبراهيم في النار وأنا الذي جعلتها بردا وسلاما، وكنت مع نوح في السفينة فأنجيته من الغرق، وأنجيت يوسف من كيد إخوته. أليس هذا كفر؟ اللي أنجى إبراهيم من النار سيدنا علي، واللي أنجى نوح، أليس هذا كفر؟ أبدا أبدا، وليس بكفر. وهو الذي قال: وأنا الذي أومأت بسيفي على فرعون حتى يلبي طلب موسى عليه السلام في مصر. يعني هو أنا هذه الإمامة، هذا الوجود، هذا الإمام. لذلك علماء السنة، أخواننا أهل السنة، ماذا يقولون؟ يقولون أن علي بن أبي آدم الأول، يعني كان يروون أخواننا علماء السنة يقولون كان علي بن أبي طالب وليا، ومحمد صلى الله عليه وآله نبيا قبل آدم ب40,000 سنة. يا الله، والله ما في عالم من أهل السنة قال كده، والله العظيم. بس يسيبه، مش هوقفه، أنا عايزه يطلع الكفريات. أهل السنة، علماء أهل السنة. نعم، علماء أهل السنة يقولون ذلك. نعم، علماء أهل السنة يقولون ذلك. طيب، لا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب مشارق أنوار اليقين: في يدي أقسم برب الكعبة، في صفحة 236 يقول: ليلة أسري بي إلى السماء لم أجد بابا ولا حجابا ولا شجرة ولا ورقة ولا ثمرة إلا وعليها مكتوب علي علي، وإن اسم علي مكتوب على كل شيء. مش هذا؟ نعم. وأخواننا أهل السنة يروون: ومكتوب على أبواب الجنة علي أمير المؤمنين، علي ولي
وصي رسول الله صلى الله عليه وآله. صوتك بيغيب شويه يا شيخ، سامعني؟ إيه، لانه اتصال. وكذلك اخواننا اهل السنه يزيدون على ذلك، يقولون ومكتوب على ابواب الجنه وعلى العرش والكرسي وعلي وصي رسول الله وعلي امير المؤمنين وعلي ولي الله. طب بما ان اهل السنه بيقولوا مكتوب على الكرسي علي وصي رسول الله ومكتوب على باب الجنه علي الامام، ليه ما امنوش بامامه علي مع انهم بيروا كل الكلام هذا؟ نعم مكتوب على ابواب الجنان علي. ليه؟ لماذا؟ لا دام ابناء السنه بيروا الكلام ده ليه ما بيامنوش بيه ابناء السنه؟ نعم لانه كما قال ابو بكر لا يدخل الجنه الا من كان عنده صك من علي بن ابي طالب. ابو بكر كان قال له وقفهم كده قال لهم اللي معهوش صك من علي بن ابي طالب لا يدخل الجنه. طب الامام علي بيدرس حقوق. طب الله سبحانه وتعالى قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله، فكيف لعلي؟ وينك سيد؟ ما سمعت الكلام. الله قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ولم يكن لعلي. هذا الكلام موجه إليك وإلي ولفلان، هذا موجه لسائر الناس. هذا مو موجه للأولياء. الأولياء يختلفون. الأولياء عندكم مثلا السيد عبد القادر الجيلاني، ما عندناش أولياء يا حبيبي إن هم يتحكمون في الكون وإن هم ما عندناش البطيخ ده. تعدون عندكم من الأولياء، هؤلاء من أولياء الله تبارك وتعالى، وكذلك سائر الأولياء الآخرين عن الأنبياء وأوصياء الأنبياء، هؤلاء لهم درجات، لهم منازل. رسول الله يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله كيف تكون الشفاعة، فيقول لهم إذا كان يوم القيامة واجتمع الناس وشفع كل نبي لأمته من أبينا آدم فما دون، فيأتي بعض الأنبياء يتشفعون برسول الله صلى الله عليه وآله لأن بعض من تلك الأمم فيها من الكبائر والكفر. يقول فيلتفت إلى عمه الحمزة ابن عبد المطلب وجعفر وعقيل ويقول لهم قوموا بين يدي الله واشفعوا لإخواني، يعني للأنبياء ومن معهم. طب فين يا شيخ؟ والله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض لئلا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل. فين الكلام ده يا شيخ في القرآن؟ القرآن بيقول إن هي الحجة الرسل وإن أفضل البشر هم الرسل. فين النبي يقول له حمزة قوم أنت والعباس واشفعوا الأنبياء دول؟ الجنة بيد الله يا شيخ. هذا العلم لم يصلكم، هذا العلم لأن ممنوع عليكم مع كل الأسف. بيخفوا عنا علماءنا ضحكوا علينا، علماءنا أخفوا لنا وقالوا لنا قل لله الشفاعة جميعا، اطلب من الله. أخفوا علينا علماءنا أبناء العامة وقالوا لنا إذا سألتم فاسألوا الله وإذا استعنتم فاستعينوا بالله فقط. لأنهم أحرقوا أحاديث رسول الله من زمن الخليفة الأول أبو بكر وإلى زمن البخاري، أحرقوا جميع ما ورد عن رسول الله وعن أهل البيت. يعني كل ده كان موجود وأحرقوه، كان موجود كده. طب يا شيخ أنا قرأت الآن فصل في كتاب ده من اللي محروق برضه في كتاب أسرار مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين صفحة 188 فصل لولا علي عليه السلام ما خلقت الجنة، ثم رفع مقامه بين النبيين والمرسلين إلا من هو منه في المقام مقام الألف المعطوف من اللام. يعني إيه الألف معطوف من اللام؟ فقال لولا علي ما خلقت الجنة. أليس هذا كفر ولا شرك؟ هو ربنا خلق أبدا. إخواننا أهل السنة علماء السنة يقولون ذلك أهل السنة. أيوة بس محروق بقى، احنا قلنا ده محروق موجود لسه عند أهل السنة ما حرقوش. لو لم يختلف الناس إخواننا أهل السنة يقولون كنا نعرف المنافقين ببغضهم لعلي بن أبي طالب. ما سألتش عن ديت يا شيخ؟ بيقول لك لولا علي ما خلقت الجنة. دول بقى المنافقين اللي في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ده الأمم السابقة كمان، ده ربنا خلق الجنة للأمم السابقة من أجل علي، يعني خلق الجنة من أجل علي. وفي كتب الفضائل وفي كتب المناقب جميعا أخواننا أهل السنة يقولون لو أن الأمة اجتمعت على حب علي بن أبي طالب ما خلق الله النار. مع السبائية أجداد حضرتك أحبوا علي بن أبي طالب وحرقهم في النار. كيف؟ السبائية حبوا علي بن أبي طالب وحرقهم في النار. ليس هو الدين دين محبة بس؟ حب علي وخلاص يا شيخ. يعني الله خلق الجنة من أجل علي. طب والناس اللي هم كانوا في قوم سيدنا نوح وسيدنا لوط وسيدنا آدم، الناس دي اللي كانوا موجودين وما شافوش الإمام علي.
لأنهم كلهم فطروا على الإسلام. جميع ما جاء به أبينا آدم عليه السلام إلى جدنا رسول الله هو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، تلك الولاية لله تبارك وتعالى. فوما من نبي إلا وقال واجعلني من المسلمين، والمسلم من سلم الناس من يده ولسانه. فين علي بقى هنا يا شيخ في الآيات اللي أنت بتجيبها؟ وين الإمام علي سلام الله عليه؟ لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله سألوه ما معنى الإسلام، ما هو الإسلام؟ قال أس الإسلام مودتنا أهل البيت، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقرباي هم علي وفاطمة والحسن والحسين وما تناسل منهم إلى يوم القيامة. طب وأبناء الحسن متناسلين منهم، فهل يدخلون أبناء الحسن منهم؟ معلش انا اسف، ما كنتش قصدي احرجك، خلاص هعدي. طيب يا شيخ، انا بقرا دلوقتي في كتاب مشارق انوار اليقين في الخطبه التطنجيه. الخطبه التطنجيه يا سماحه السيد بيقول لك قال امير المؤمنين: انا صاحب الخلق الاول قبل نوح، ولو علمت ما بين نوح وادم من عجائب اصطنعتها، اعوذ بالله، وامم اهلكتها، اعوذ بالله. الامام علي كان بيهلك الامم، فحق عليهم القول: أنا صاحب الطوفان الأول. أظن أنت أول مرة تسمع هذا الكلام، صح؟ كيف؟ أول مرة تسمع هذا الكلام، خطبة اسمها التطنجية: أنا صاحب الخلق الأول قبل نوح. كيف الإمام علي لا بالعكس، هذا موجود ما بين المسلمين وجميع المسلمين سنة وشيعة. عند السنة أنا عارف كتب السنة مليانة أن علي هو صاحب الخلق الأول قبل نوح، ولو علمتم ما بين آدم ونوح من عجائب اصطنعتها وأمم أهلكتها، فحق عليهم القول: أنا صاحب الطوفان الأول، أنا صاحب الطوفان الثاني، أنا صاحب رامي عيسى، أنا صاحب سيل العرب، أنا صاحب الأسرار المكنونات، أنا صاحب عاد والجنات، أنا صاحب ثمود والآيات، أنا مدمرها، أنا مزلزلها، أنا مرجعها، أنا مهلكها، أنا مدبرها، أنا بانيها، أنا داحيها، أنا مميتها، أنا محييها، أنا الأول، أنا الآخر، أنا الظاهر، أنا الباطن، أنا صاحب الأزلية الأولية. كفر ولا مش كفر يا شيخ؟ الأزلية، هذا الكلام اللي هذا الكلام، أنت أهل حاجة بحبك يا شيخ لما تقول هذا الكلام. ماله هذا الكلام؟ هذا الكلام للإمام، من الذي يفسره لنا؟ يفسره لنا العلماء، علماء الشيعة وعلماء السنة هم الذين يبينون. أنا وأمثالي من الفقراء لا نعلم ولا نعرف مقاصده، نعم، لأن آل محمد سر مستتر لا يقر به إلا، لا يفهمه إلا نبي مرسل أو ملك مقرب، صح؟ معلوم. أنا حافظ إلى أن قال يا شيخ: أنا رافع إدريس مكانا عليا، أنا منطق عيسى في المهد صبيا، أنا مدين الميادين وواضع التين، أنا قاسم الأرض أخماسا. معلوم. هذه الكلمات يفسرها لنا علماء الشيعة. نحن لا نعلم المقاصد، نحن لا نعلم المعاني. لنا أنا الذي للأمة وعلماء للمذهب. أنا الذي جعلت الأرض أقساطا ومهدت فيها تمهيدا وخرقت الحميم من العقيم. يعني إيش يا شيخ؟ هل هذا أيضا أليس أكمل أليس كفر؟ زدنا كلمات. يعني كفر ولا لا؟ أنا الذي جعلت الأرض أمهادا وجعلت بها أقساطا وخرقت الحميم من العقيم وخرقت كلا من الجحيم، أنا رافع إدريس. هل هذا كفر يا شيخ؟ هذا الكلام الذي يأتي على معاني هم العلماء. ورب الكعبة أنا اللي مؤلف الكلام الأخير ده من عندي. شوية مجوس، أي حد أنا قعدت أجيب له كلام من عندي والله العظيم، شوية مجوس. سيد أحمد البدوي. نعم سماحة السيد يا ولاد الكفلان به. نعم حتى إلى أن قال: أنا مبرمج البرامج ومفتش النفاسيش. صلي على اللهم صل. أليس هذا كفر يا رجال؟ أليس هذا كفر يا سيد مجيد؟ تسنن بقى.
فسنن بقى سيد. عادة الإنسان، عادة المسلم، الله تبارك وتعالى عندما يصف المسلمين يقول وأنتم الأعلون، لابد وأن أولا يتخلقوا بأخلاق الله. المؤمن والمسلم يتخلق بأخلاق الله. لا بس انتبه، الإمام قال، الإمام علي سلام الله عليه في نهج البلاغة قال: أما السب فسبوني فإنه لي نواء ولكم نجاة، وأما البراءة فلا تتبرؤوا مني. وبعدين في كتاب الكافي قال: إذا رأيتم أهل الريب والبدع فأكثروا البراءة منه، أكثروا من سبه منطقا من غير حق أو بدون وجه حق. طيب. فأنا آتي وأطعن بولي من أولياء الله أو بكلام له أو بفعل له وأنا لا أفهمه لا أعلمه، فهذا يحتم علي أن أكون من الآثمين. طيب، أنا مبرمج البرامج وعاقد الريحان ومفتح الأفران. ما هذا يا شيخ؟ ما هذا الكلام؟ هذا كلامك، هذا تصحيح. أهيت أنا مبرمج، أنا مبرج الأبراج وعاقد الرياح. أنا مبرج الأبراج. أنا مبرج الأبراج، يعني المقاصد من عندها أنه المعاني أنه هذه الأفلاك وهذه البروج وهذه النجوم. الإمام علي اللي أبرجها؟ وهذه الأفلاك الإمام علي اللي عملها؟ الكلام قلت لك لا يفسره. لماذا لا يفسره؟ أنا مبرج الأبراج وعاقد الرياح ومفتح الأفراج وباسط العجاج، أنا صاحب الطور، أنا ذلك النور، أنا ذلك البرهان، وإنما كشف لموسى شخص من شخص الذر من المثقار. إيه يا عم ده؟ وبعدين بكى الإمام بقى وقال: أنا صانع الأقاليم. الإمام صنع الأقاليم؟ سيد مجيد والله مكتوب كده، ما تخافش. إلى أن قال، وهذا الكفر بقى يا شيخ، واحذر أن تقول قال علي ذلك: أنا أرسيت الجبال الشامخات وفجرت العيون الجاريات، أنا غارس الأشجار ومخرج الألوان والثمار. هل الإمام علي هو اللي أرسل الجبال الشامخات وفجر العيون الجاريات؟ تفضل يا شيخ مجيد، تفضل سيدي. متى ما فهم المسلم إسلامه وقال أنا مسلم لله حقا حقا، وفهم معنى النبوة، لأن النبي مرة يكون نبي لنفسه، ومرة يكون نبي لأسرته، ومرة يكون نبي لقريته، ومرة لمدينته، ومرة لبلد، كما كان يوسف عليه السلام إلى بلاد مصر. نظرك كسرت. كان يونس عليه السلام لأهل الموصل، ومنهم من هو نبي ومرسل كأبينا. ما سألتكش عن الأنبياء بقى سماحة السيد بالله بدون مقدمات. أنا أرسيت الجبال الشامخات وفجرت العيون الجاريات، أنا غارس الأشجار ومخرج الألوان والثمار. أظن صدرك بيضيق ما بقرأ هذا الكلام، صح؟ فإذا كان المسلم فهيم وفقيه ويفهم معنى النبوة ومعنى الإمامة، يؤمن بهذا، المعرفة وحق العلم، عند ذلك يمكن له أن يتكلم. أما أنا وأمثالي وأنت وأمثالك لا يمكن لنا. الله أكبر. السيد مجيد لا يؤمن بالإمامة، وأنت لسه قايل لي دلوقتي إنك صح سبع عندكم كتاب تفسير البرهان. تفسير البرهان صفحة 30 بيقول: اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار، خنزير. دي من عندي. يعني أنت كده يا سماحة السيد كده أنت ضال مستحق للخلود في النار، وأنت كافر، وأنت خنزير. أنت قلت لا تؤمن. تفسير البرهان من التفاسير المهمة ومن التفاسير المقبولة ومن التفاسير الصحيحة. عشرات التفاسير الأخرى وعشرات المصادر. راجع كتاب تحف العقول عن آل الرسول، كذلك تجد فيه. ما سألتكش رأي حضرتك كيف في كتاب تفسير البرهان. أنا بسأل حضرتك الآن سماحة السيد. أنت قلت أنا وأنت لا نصل إلى الإيمان بالإمامة والنبوة، وهو قال لك اتفق اللي ما يؤمنش بالإمامة ديت كافر ضال مستحق للخلود في النار.
مؤلفات السيد هاشم البحراني، جميع مؤلفات السيد هاشم البحراني راجعها. وأنا أدعو كل إخواننا أهل السنة وإخواننا الآخرين أن يراجعوا كتب السيد هاشم البحراني. طيب أنا في إيدي الآن يا سماحة السيد كتاب مدينة المعاجز أو معاجز أهل البيت للعلامة المحدث السيد هاشم البحراني. نعم. أيوة. نعم. بيقول لك يا نعم. سماحة السيد في هذا الكتاب صفحة 33 أن عليا عرج به جبرائيل إلى السماء. بيقول لك في ملائكة اتخانقت واتشاجرت مع بعض، ملك ادى الملك بالبوكس في عينه وعينه ورمت بقى، والملك التاني قام مدوله بالبنيه في بطنه، يعني تشاجروا مع بعض. بيقول لك الشيخ المفيد في الاختصاص عن احمد بن عبد الله عن عبد الله بن محمد العبسي قال اخبرنا حماد بن اسامه عن الاعمش بسنده الى ان قال عن عبد الله بن مسعود قال اتيت فاطمه صلوات الله عليها فقلت لها اين بعلك؟ وين الامام علي؟ فقالت عرج به جبرائيل الى السماء. فقلت في ماذا؟ فقالت إن نفرا من الملائكة تشاجروا في شيء فسألوا حكما من الأدميين، شغلوا بقى وعملوا مشكلة وهنا جمع هنا وهنا وعيالة وبتاع، فتشاجروا في شيء فسألوا حكما من الأدميين فأوحى الله إليهم أن تخيروا اختاروا من الذي تريدون أن يحكم بينكم، فقالوا علي بن أبي طالب، فأخذه جبرائيل وصعد به إلى السماء. ده هاشم البحراني اللي أنت بتوصيني بيه، ما رأيك في هذا الكلام؟ كل ما يختص به الأنبياء والأوصياء من فضائل ومن معاجز ومن مناقب أعطاها الله وأكرمهم بها الله تبارك وتعالى، ينبغي لكل مسلم ومؤمن أن يسلم لها. لا 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 لا، هذا كثير بقى، هذا كثير. أنا ليا طاقة يا سماحة السيد، هذا كثير. الله قال عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة ما بتعصيش يا سماحة السيد، ما بيتخانقوش. كما قال رسول الله ووصف بكلامه الدقيق وكم من متغن بالقرآن والقرآن يلعنه. أنت الآن تغني بالقرآن والقرآن يلعنك لأنك لم تفهم، لم تعلم ما في القرآن، لم تعلم كلام القرآن، لم تعلم مقاصد. يا ابن الكفلم به يا سب، أنا ملعون، أنا ملعون يا سماحة. أنا عشان قرأت عليك قرآن ملعون، أنا عشان جبت لك آية تناقض الرواية اللي أنت بتؤمن بها يبقى أنا ملعون. أذكر لك الذي يستهزئ نعم بعلوم القرآن يقين هو ده علوم قرآن يا عم؟ إن ملائكة ماسكين في هدوم بعض والدني يدي البوكس ويتشاجرون مع بعض. نفر من الملائكة تشاجروا في شيء فلا يعصون الله ما أمرهم يا عم الحاج. أنا ملعون. أذكر لك معنى لطيف، هذا المعنى اللطيف يذكره أهل الروم وأهل الغرب، يقولون أن العرب وأمة محمد صلى الله عليه وآله جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله شيخ العرب، يعني شيخ الأمة في زمانه. ماذا قال؟ ما أنت حكيت لنا القصة دي قبل كده. واقع. فسأل رسول الله، يقول لما سأله ما طلب الهداية، المفروض هو لو عاقل لو يفتهم لو عنده إيمان لو عنده إسلام كان طلب من الله الهداية، طلب من الله العلم. ليش يقول اللهم أنزل علينا من السماء صاعقة أو حجر؟ يقول سماحة السيد فقتله وقتل بعيره. فأنت الآن يعني مثله بالتمام والكمال. شكرا يا سماحة السيد، مش هرد على. طيب يا سماحة السيد علشان نتعلم أنا وأنت، أنا بقرأ في الكتاب اللي أنت وصيتنا بالسيد هاشم البحراني، فأنا بقرأ في الكتاب صفحة 16 في الكتاب يقول حينما ولد أمير المؤمنين فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل اهتز له أمير المؤمنين وضحك، كان عنده يوم واحد فاهتز للنبي وضحك وقال السلام عليك يا رسول الله. ثم تنحنح أمير المؤمنين ثم تنحنح بإذن الله تعالى وقال بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات. فقال رسول الله قد أفلحوا بك، وقرأ تمام الآيات إلى قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هل هذا حقيقي؟ ليس هذا فقط، هذا حقيقي. وقد زاد أخواننا أهل السنة وقالوا
قد خرج ساجدا لله تبارك وتعالى وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وما قالش أشهد أن عليا ولي الله، ما أمنش الإمام بالإمامة. إذا ومن لم يؤمن بالإمامة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. بس يا سماحة سيد، قبل ما تقول إن أهل السنة قالوا كده وتكذب عليهم برضه، أنت طبعا ما عندكش دليل. دلوقتي إزاي الإمام علي قرأ سورة المؤمنون قبل أن تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله سبحانه وتعالى قال وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. النبي ما كانش يعلم بالقرآن، كيف الإمام علي عرفه؟ كما كان عيسى عليه السلام وكان يحيى عليه السلام وكذلك سائر الأولياء، أول ما يخرج إلى الدنيا يخرج ساجدا لله ويشهد لله تبارك وتعالى بتلك الشهادة لله. كيف قرأ سورة المؤمنون والنبي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ يعني والله العظيم أنا مش عارف، ده أنت لو بترضع كذب كان زمانك ريح والله. نسيت. طيب يا سماحة سيد، قرأت أيضا قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت والله أميرهم تميرهم من علومك فيمترون وأنت والله دليلهم وبك يهتدون. ثم قال رسول الله لفاطمة اذهبي به إلى عمه حمزة فبشريه به. فقالت فإذا أنا خرجت فمن يرويه؟ مين اللي هيرضعه؟ فقال رسول الله أنا أرويه. قال فوضع رسول الله لسانه في فم علي بن أبي طالب فانفجرت 12 عينا. فكيف النبي رد يعني 12 إمام، يعني 12 وصية. هي دي اللي مسكتها. بس ده النبي وضع لسانه في فم الإمام علي ازاي والإمام علي قاعد يمص في لسان النبي؟ نعم. وهل تنكر ذلك على رسول الله؟ لا، حتى عند رواية في كتاب الكافي ان النبي مكث اياما ليس له لبن حينما ولد فوضعه ابو طالب على ثديه فرضع باذن الله الى ان راى حليمه السعديه. وهل تنكر ذلك على الله وعلى رسوله؟ لا، بس انا عايز اعرف بالله عليك، وانت صغير خدوك لمين رضعك من المعممين؟ بالله عليك اقتداء بالنبي. ولماذا لا تنكر على نبي الله دانيال وهو من انبياء اليهود انه رضع من الاسد ورضع من طين البئر ل4 سنين؟ الله اكبر. النبي لا يا عم، دوت البتاع دوت اسمه ايه؟ نسيت اسمه، اللي كان بيجي طرزان. ده طرزان يا عم، كان بيرضع من الاسود في الغابه ويلبس الشورت المفتوح دوت وبيعمل البتاع اللي هي بتاعه النعامه دي بيحطها فوق راسه. ده طرزان. هو ده بقى نبي عندكم؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. اصبح نبي عندكم انتوا كمان ما شاء الله. طرزان نبي عندكم، وكان بيقعد يرضع من اللبؤه ولا بيرضع من الاسد؟ أنت منكر لله لا أنا لا أنكر لله، وأنا كده أنكرت الله. حرام عليك يا عم بقى، أنت عايز تكفرني بالعافية. أنا ما أنكرتش، أنا لسه عارف، أنا لسه يعني بستفيد منك يا سماحة السيد، أنا بستفيد منك. أنت تتحدث بلسان المأجور، بلسان المستخف، بلسان الغير متدين. أنت إنسان غير سوي، أنت إنسان لا يمت للإسلام بصلة. كل ده علشان مش عايز أقول طرزان نبي؟ أنا ما أعرفش، أنا لسه بعرف منك والله. ما عنديش في القرآن أو السنة إن هو كان نبي والله. أنا شفت الفيلم وأنا صغير كده، والله كده بتاع، وكانوا عاملينه فيلم كرتون حلو. طب يا سماحة سيد، النبي بقى كيف كان بيرضع من عمه أبو طالب؟ كيف التقم ثدي أبو طالب؟ أنت هل ممكن ترضع من السيد السيستاني؟ يعني أنت لم تتربى في بيت مسلم. الله أكبر. علشان قلت لك يا سيد اجلد، بدأ الجلد. علشان قلت لك بقى ان انت تعمل زي النبي، بقيت انا متربي في بيت كده وكده وكلام اللي اتقدم. يا سماحة السيد، ما انت اقريت الان ان النبي رضع من عمه يا سماحة السيد مجيد المهنا الحسين الاعرجي. انت قلت الان ان النبي رضع من عمه ابو طالب، فكده انا بقى في كل زمان وفي كل مكان جعل لانبيائه واوصيائه معاجز. ما ترك نبيا ولا وليا ولا وصيا بدون معجزة. ونحن كمؤمنين وكمسلمين وكعباد لله قد فرض الله علينا وأوجب الله علينا أن نؤمن بذلك ونسلم لله بذلك، لأنه امتثالا لأمره وامتثالا لمشيئته وامتثالا لقدرته. وأما أنت وأمثالك أبناء السقيفة وأبناء بني أمية، أنتم تتخلقون بأخلاق اليهود، تتخلقون بأخلاق الأمويين. طب تعالى ما أحكي لك قصة الأسد بقى عشان أنت بتحب طرزان. عند ذكر رجب البرسي أيضا بإسناد عن منقذ ابن فلان من خواص أمير المؤمنين
رجل كان من خواص أمير المؤمنين قال كنا مع مولانا أمير المؤمنين في النصف من شعبان وهو يريد أن يمضي إلى موضع كان له يأوي إليه بالليل، فمضى وأنا معه حتى أتى الموضع ونزل عن بغلته ومضى لشأنه، فحمحمت البغلة. أنت عارف البغلة ما بتحمم بتعمل إيه كده زي المعمي، ورفعت أذنيها وجذبتني. قال فحس بذلك مولاي أمير المؤمنين فقال لي ما وراءك يا أخا بني أسد؟ فقلت يا مولاي البغلة تنظر شيء وقد شخصت وهي تحمحم وما أدري ما دهاها، أنا مش عارف البغلة دي بتعمل كده ليه. قال فنظر أمير المؤمنين إلى البر فقال هو 7 ورب الكعبة. جاء أسد بقى، بس أسد دخين وجامد وقوي، فإذا ب7 فقام من محربه متقلدا ذا الفقار، أم مطلع السيف بتاعه وأم طالع وجعل يخطو نحو ال7، مش خايف من الأسد، ده أمير المؤمنين. ثم صاح به فخف ووقف يضرب بذنبه خواصره. قال فعندها استقرت البخلة وحمحمت، فقال له يا ليث أما علمت أن الليث وأبو الأشبال، الإمام علي بيكلم الأسد قال له يا أسد لا أقف عند حالك، أنت إيه أنت ما تعرفنيش ولا إيه يا أسد؟ أما علمت يا ليث أما علمت أن الليث وأبو الأشبال وأبو قسورة وحيدر، فما جاء بك أيها الليث؟ إيه اللي جاءك بك هنا وأنت عارف أن أنا الليث هنا؟ فقال ثم قال اللهم أنطق لسانه، فعند ذلك قال ال7 يا أمير المؤمنين ويا خير الوصيين ويا وارث علم النبيين، إن لليوم 7 أيام ما افترست شيئا وقد أضر بي الجوع، وقد رأيتكم من مسافة فرسخين فدنوت منكم، فقلت أذهب وأنظر ما هؤلاء ومن هم هؤلاء، فإن كان لي بهم مقدرة أخذت منهم نصيبي. فقال له عليه السلام مجيبا له يا ليث يا ليث إني أبو الأشبال 11. ثم مد الإمام يده إليه فقبض بيده صوف قفاه وجذبه، مسك الأسد من قفاه أمير المؤمنين، فكان الأسد في يد أمير المؤمنين كالبسة في أيدينا، فمسك بقفا الأسد وقال له يا ليث أنا أبو الأشبال أبو 11 من الأشبال. فامتد ال7 بين يديه فجعل يمسح عليه من هامته إلى كتفيه، وبعدين بقى صلح أمير المؤمنين وقال يا ليث أنت كلب الله في أرضه. فقال له ال7 الجوع الجوع يا مولاي يا أمير المؤمنين. والأسد بيبص على البغلة، عايز ياكل البغلة بتاعت أمير المؤمنين، ويبص بس على مين بقى؟ على أبو الأشبال أبو 11 أشبال. فقال الإمام اللهم آتيه برزق محمد وأهل بيته. قال فالتفت وإذا بالأسد يأكل شيئا على هيئة الحمل حتى أتى على آخره، فلما فرغ من أكله قام يجلس بين يديه وقال يا أمير المؤمنين نحن معاشر الوحوش لا نأكل لحم محبيك ومحبي عترتك، فنحن أهل بيت نتخذ محبة الهاشميين وعترتهم. فقال له أيها ال7 أين تأوي وأين تكون؟ قال يا مولاي إني مسلط على أعدائك كلاب أهل الشام. فالكلب الأسد قال له احنا ما بناكلش، ثواني كده ما ارجع للصفحة. قال يا مولاي نحن أهل بيت نتخذ فنحن أهل بيت نتخذ محبة الهاشميين وعترتهم، فلا نأكل أو نسلط على أحد منهم ولا نأكل لحم. هل هذا صحيح؟ صحيح ويقين. ممتاز جدا ممتاز جدا. عايزينك بكرة وانت سيد من آل البيت تدخل في حديقة الحيوان عندكم في العراق وتفتح باب الأسد وتدخل على الأسد من الداخل. ما بين الأسود، لأن الأسود كانت خلاص بقى انت من العترة ما تقعدش تلف لي، انت قلت لي انك سيد وانت سيد فعلا عند الشيعة، والسيد قال لا نأكل لحم محبيك ومحبي عترتك، فنحن أهل بيت نتخذ محبة الهاشميين وعترتهم. هل أنت تستطيع أن تدخل غدا تفتح حديقة الحيوان في العراق وتدخل على الأسد غدا تدخل عليه في قفصه؟
نعم نعم يقين بلا شك، وقد فعل ذلك الإمام الكاظم. لا انا ما بقولش على الائمه، انت من عترتي، انت من ال البيت كما قلت، والاسد قال لا ياكل احد من العتره ولا من محب العتره. فهل ممكن بكره تصور لنا فيديو وانت تفتح الباب بالعمامه السوداء وتدخل وسط الاسود؟ شواهد كثيرة لا انت حتى في بلادنا العربية. انت لا لا لا، انا مش عايز لا شواهد ولا ام حازم، انا عايزك انت يا سماحة السيد مجيد المهنا الحسين الاعرجي انك تدخل غدا الى الاسد، تفتح الباب وتصور لنا فيديو وانت بتدخل على الاسود كده، وتجلس وسط الاسود وتمسك الاسد من جفاه كما فعل امير المؤمنين سلام الله عليه. ممكن تفعل ذلك غدا؟ تفعل ذلك؟ قد حدث ذلك معي في يوم ما قبل عقد أو عقدين من الزمن، وقد كنت عن قرب، ولكن الله تبارك وتعالى قد حرم ذلك على كل وحش، لحوم رسول الله وذرية رسول الله. احكي لي بالله عليك الأول قبل ما تعك وصلي على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. احكي لي بقى بالله عليك، أنا قلت الصلوات اهو، احكي لي إيه اللي حصل بالله عليك، بالله تحكي لي. بحب الحاجات دي قوي. إيه الأسد؟ كان في أسد وأنت ماشي طلع عليك ولا إيش اللي حدث؟ احكي للشيعة والسنة الموجودين. نعم في العراق وفي مصر موجودة الأسود والذئاب والخنازير. انت خرج عليك ايش يا سماحة السيد؟ انا بتكلم على الأسود الآن، هل خرج عليك أسد وانت في العراق ولا ايش؟ ايش اللي حدث لك من عقد أو عقدين زي ما انت قلت؟ شنو اللي حدث؟ حدث لجميع الأوصياء. أنا بتكلم عليك أنت قلت قد حدث لي ذلك. هل أنت تستطيع غدا تدخل إلى قفص أسد من الأسود في العراق، تفتح وتدخل حديقة الحيوان؟ لا تقطع الكلام، قد ذكرت لك أن ذلك قد حصل للإمام الكاظم. ما بتكلمش على الأئمة، بتكلم عليك أنت. فقال الأسد إننا يا أمير المؤمنين نحن معاشر الوحوش لا نأكل لحم محبيك ومحبي عترتك، فنحن أهل بيت نتخذ محبة الهاشميين وعترتهم. فهل أنت يا سماحة السيد ممكن تدخل إلى قفص الأسود غدا في العراق؟ بلا شك يقين، بلا شك، إذا شاء الله وأراد الله تبارك وتعالى ذلك فلا ضير فيه أبدا. طيب وأنا أقسم بالله تحدي لك 10,000 دولار تصور لنا فيديو غدا للقفص من الخارج وتدخل تجلس مع الأسود في الداخل. تحدي 10,000. كل شيء إذا كان لطاعة الله، أهم شيء أن يكون يعني ممكن تفعل لنا ذلك غدا وتصور وإحنا في البث المباشر وتجيب لنا الفيديو يا سماحة السيد؟ ممكن تعمل كده وتصور فيديو وتجيب لنا الفيديو؟ إذا شاء الله، إذا أراد الله. ما فيش بقى، ما احنا عارفين إذا شاء الله وإذا شاء أمير المؤمنين، ما أنت جعلت أمير المؤمنين كل شيء لي. هل ممكن يا سماحة السيد تعمل كده وتدخل العراق غدا، تدخل إلى حديقة الحيوان وتقول للعامل افتح يا عامل، ثم تمسك الليث وتقول له يا ليث أنا من عترة محمد، أنا من آل البيت، أنا سيد وأنا من محبي آل البيت، وتدخل معاهم في القفص؟ يقين بلا شك. طيب هتفعل ذلك غدا؟ يقين بلا شك. يعني قلت لك إذا استوجب الأمر أو طلب الأمر. الآن طلب الأمر، معنا آلاف الآن بيسمعوك، والبث هيخش له في يوم 50,000 60,000، ومعنا ناس الآن في التيك توك واليوتيوب بيسمعوك. هؤلاء الآلاف الذين تذكرهم وتقول هم على يقين وعلى علم، على علم أكثر، لأنه أنت لا تفهم، لا تعلم. أنا بخاف من الدين. تقول لي أسأل، أنا دلوقتي بسألهم أهو يا شيعة يا سنة سواء في التيك توك أو في اليوتيوب، هل سماحة السيد مجيد المهنا الحسين الأعرجي هل سيفعل ذلك غدا؟ أنا أقول أقسم برب الكعبة لن يفعل ذلك غدا. أنتم أجيبوني، هل سيفعل ذلك غدا؟ نكتبوا نعم أو لا. خلينا نسمع رد الجمهور يا سماحة السيد، وبعد كله بيكتب لا، ولا واحد كتب نعم، ولا واحد كتب نعم يا سيد مجيد. فممكن الأمر يتطلب أن أنت تدخل لنا بكرة في قفص الأسود. المؤمن يفعلها لأموي لمخالف. مش أنا، ده في شيعة وسنة معانا، في شيعة وسنة معانا. والله ما شفتش واحد كتب نعم، والله لا في التيك توك ولا في اليوتيوب ما شفتش واحد كتب نعم. فأنت ممكن تفعلها غدا يا سماحة السيد؟ لم يكن فيها فائدة.
لا فيها فائدة، فيها فائدة، هنتبعكم، هنبقى شيعة لطمة زحافة بقى، ونبقى معاكم ونقول الإمام الخالق الرازق المحيي المميت وآل البيت هم اللي أنجوا الأنبياء، وأنا بعتقد بهذه الأشياء. تفعل ذلك غدا؟ لا، المشكلة أصل المشكلة لأن تتكلم بكلام تهريج، وهذا لا الكلام مش تهريج يا عم، والله عايزك تعمل كده، هوت والله عايزك تعمل كده. في واحد بيكتب هذا كذاب مخادع، انه لن يفعل، نو لو وكلا لن يفعلها، ما يستطيع ان يفعلها. واحد تاني بيكتب لك والله سوف نتشيع. ونصر الحسين بيقول بدأ يهلس. هل ممكن تفعل ذلك غدا علشان توقف الأمويين وأبناء السقيفة؟ ممكن تفعل ذلك غدا؟ تفعل ذلك غدا؟ ندمت ان انت قلت نعم بلا شك، صح؟ فاتح الخط ما بتردش ليه يا شيء سماحة سيد مجيد؟ تفعل ذلك غدا؟ تكلم، تكلم يا سيد مجيد، ما تخافش. ايه جالك اسد؟ سامعني انت عملتها على نفسك؟ يعني ما انا قلت لك هتخش عند الاسد عملت بيبي؟ طب اسيبك تخش تغير الثياب وترجع تاني؟ يعني اسيبك طب خلاص ما تعملهاش. احنا ممكن نعمل انا وانت، انا هقرا لهم روايه وقالت النعامه يا امير المؤمنين نحن لا ناكل لحوم شيعتك وعترتك ومحبيك. خلاص رقعتها يا سماحه، رقعتها خلاص بكره ندخل عند النعامه، هندخل غدا عند النعامه وتدخل عند النعامه يا سماحه السيد مجيد الخقاني، سماحة الشاهد مجيد المهنا، تدخل غدا عند النعامة. وبعدين انت اول ما تدخل عند النعامة خلاص هتتحل الامر، ما تخافش بقى، خلاص انا حلتها لك خلاص، مع كل حاجة موجودة، كله موجود، هجيبها لك نعامة. طب اخليها لك اوز، والله عندي رواية الاوز، اخليها لك الاوز. سماحة السيد انت بتكلم، لو خايف من نعامة لان موقعها مبطط كده، يعني ممكن تعمل كده، لو خايف من نعامة هخليها لك اوز. سماحة السيد مجيد اعمل ايه تاني؟ اخليها لك ذو الحفاء، وانت كده هتكون اسرع منها. عندي كل حاجه هناك، الكتاب ده ما سابش حاجه خالص، الكتاب انت وصيتنا صراحه، يعني وصيتك وصيه كتاب مدينه المعاجز لهاشم البحراني، يعني كانت وصيه الصراحه. طب اخليها لك ايه بس يا عم؟ اخليها لك فراشه، ما ترد يا عم. ف... لا سكر الخط والله، الله يرحمه، كان راجل نتن، كان راجل واطي، اي والله، كان راجل قذر. يا خبر، كل الكذب هذا وكل كذبة يقينا هذا عند أبناء العامة، جه عند الأسد انحشر شرك وكفر وزندقة وكتاب مشارق أنوار اليقين وشركيات وضلالات وقال لك يقينا أدخل عند الأسد. قلت له أتحداك وتصور لنا فيديو، سكت، ده ها وسكت. بالله عليكم يا عقلاء الشيعة، في أحد يأخذ دينه من هؤلاء؟ ده واصل خلاص يبقى مرحلة مرجع، ده معمم شيعي كبير سيء كبير عندهم. إلى هذه الدرجة تأخذون دينكم من هؤلاء ومن هذه الكتب يا شيعة؟ وصل الأمر تأخذوا دينكم من هذه الكتب ومن هؤلاء؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه المناظرة وهذا الاتصال حجة دامغة على كل شيعي استمع إلى هذه المناظرة. وأقول في النهاية أسأل الله أن يهدي هذا الرجل المخرف الجاهل، كان كل حاجة أجيب له ضدها من القرآن الكريم يقول عني لأني جاهل وأن رب قارئ للقرآن والقرآن يلعن. خلاص طمس على قلوبهم يا إخوة. تعرفين الناس دي يا إخوة؟ افتح معايا المصحف كده يا شيعي، والله العظيم ما بشوفهم بفتكر الآية. افتح معايا كده يا شيعي صفحة 4 في المصحف، الآية رقم 18 من سورة البقرة. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذه المناظرة حجة لكل شيعة عقل استمع إليها. اللهم اهد الشيعة وخذ بأيديهم إلى نور التوحيد.
عندي سؤال. أنا سني، بس عندي سؤال لو سمحتي في اتفضل. السنة والشيعة. ثواني كده. يحيى بيقول شيخ أنا شيعي أسبوع أتصل ما ترد. حبيبي يحيى، أنا عندي الآن لو أنا فتحت الاتصالات الآن مئات الاتصالات، فأنا مش عارف أرد. فأنت تعمل إيه يا حبيبي يحيى؟ وصل أن يشرح صدرك للحق. تواصل معي بعد البث، اكتب لي بعد البث أو في أي وقت. عندي رقم على الواتساب موجود أهو، السنة أو الشيعة تواصلون معي عليه. اكتب لي يا رامي عيسى أنا أبغى أتواصل معك، و اكتب ما تريده. في واحد حد تاني بيقول شيخ، هل لو في شيعية مصرية صغيرة في السن عندها 17 سنة ويقول لها كلمي الشيخ رامي مش راضية، أعمل معاها إيه؟ الله يهديها. خلاص، بما انها لا تريد ان تتكلم ادعوا لها بالهدايه وخلوا اي اخت تتكلم. اتفضل حبيبي اللي معايا على الخط، وانا اسف اوقفتك معي. أهلا وسهلا شيخ رامي. والله عندي سؤال بخصوص الوضوء الصحيح، وإن شاء الله يفيد إخواننا السنة والشيعة عامة. مهم. أنت قلت إن لما تتوضأ وتحط الشراب، مو جائز إنك تمسح على الشراب، صحيح؟ صحيح. أوكي، إن شاء الله لما تصلي لو أنت نزعت الشراب الوضوء بتاعك بينتقد، ولا ممكن تصلي من غير الشراب؟ لو لو انت لو كنت، أنت توضيت ووضعت الشراب، شوف صح؟ يا حبيبي، انت ومسحت عليه. هبين لك اهو. انت لو توضأت ولبست الشراب ماشي وصليت، لو خلعت الشراب وانت ما زلت على وضوءك، لو خلعت الشراب وضوءك صحيح وصلاتك صحيحة. لكن لو دخلت تتوضأ بعد الشراب ومسحت على الشراب، إذا بدأت بالمسح على الشراب، مسحت على الشراب وهو ماشي معايا، أنت توضأت و... وصليت ولبست الشراب وأنت على طهارة أهو، أحدثت وتريد تجدد الوضوء، بتتوضأ وتمسح على الشراب. لو جيت بقى خلعت الشراب بعد المسح كده، خلاص تعيد الوضوء مرة أخرى، لا تغسل القدم فقط. جزاك الله خير. الله يجزيك خير. وإياك يا حبيبي، شكر الله لك وبارك الله فيك. وإحنا قلنا البرنامج ليس برنامج فتاوى. أنا كنت شيعي ومن عائلة شيعية الآن لحد الآن عائلتي شيعية. سبحان الله. نعم. بفضل الله وفضلك وفضل وليد إسماعيل. إحنا يا حبيبي بنقول بفضل الله ثم بفضلك وبفضل وليد. ما شاء الله، هنيئا لك يا حبيبي. الله أكبر، الله أكبر. أسأل الله أن وفضلك يثبتك. هنيئا لك، هنيئا لك والله. والله العظيم شيخ وليد، من النار على الجنة. الله أكبر. والله العظيم. الله أكبر. هنيئا لك يا يا حبيبي. شيخ، يا شيخ أهل العراق يحبونك، الله يسعدك. يحبونك في الله والله العظيم، وكثير الشيعة يسمعونك. وأنا والله يا حبيبي نتمنى لكثير من الشيعة الهداية والخير. أي والله لست عدوا لهم. احنا ما بنتصل على المعممين ونكشف حقائق هؤلاء المعممين، بيكون في بالنا ان احنا نبين الحقيقة لعوام الشيعة المغيبين. والله يا شيخ، المشاهدات الشيعة أكثر من السنة. أنا أعلم، من أجل ذلك الاتصالات احنا مجعلينها للشيعة الأغلبية. طب أنت الآن يا حبيبي هل تعلمت الوضوء الصحيح والصلاة الصحيحة ولا ما زال؟ نعم تعلمت الصلاة الصحيحة والوضوء الصحيح. صار لي تقريبا 6 أشهر. ما شاء الله. وهل معك أحد مهتدي ولا وحدك؟ والله العظيم والله بين تحت الشيخ، والله بوحدي. أسأل الله أن يهديك. عائلتي والله كلها شيعة، أسأل الله أن يهديك. وزوجتي شيعية. احنا بس ممكن انا وانت فيما بعد ان شاء الله نسوي مكالمة خاصة بعيد عن البث المباشر. آه، إن شاء الله وان شاء الله باذن الله لو زوجتك عندها شبهات او شيء اسمع منها وانت تكون معنا ونرد لها على هذه إن الشبهات، شاء الله. ونسال الله ان يهديها يا رب. وهنيئا الله لك. يبارك بيكم والله يكثر من أمثالكم إن شاء الله. آمين. بارك أسأل الله الله أن بكم يثبتنا وجزاكم وإياك. الله خير. جزاك الله خير. السلام شكرا عليكم. لك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. هنيئا لك. الحمد لله الذي أخرجك من الظلمات إلى النور.